الرجل الذي ترابطت عنده قضايا التحرر من الاحتلال بقضايا الحرية الشخصية والعامة، فرفض التعامل مع شؤون المنطقة بثقافوية، واعتبرها محكومة بأنظمة التسلط والعنف وبعدم ملائمة الديمقراطية إلى مجتمعاتها، ورفض منطق الضحية الذي يخرج نفسه من المسؤولية مكتفيا بترداد المظالم وتبعها. ب2 حزيران قتل انفجار صباحي سمير بسياسته، واستهل اغتياله مرحلة اغتيالات استمرت حتى العام 2013 أطاحت بسياسيين بصحفيين وبأمنيين. واليوم بعد ما يقارب العقدين من الزمن وبعد ثورات وانتفاضات من تونس للقاهرة وطرابلس وصنعاء والعنان ودمشق وحمص وحلب ومن الجزائر للخرطوم وبغداد والبصرة وبيروت، وبعد ثورات مضادة وحروب وتدخلات سحقت معظم منجزات الثورة ومددت لشقاء العرب، ما زال قتلت قصير طليقين، وما زال الإفلات من العقاب محصنا للاغتيالات بلبنان. وبالمقابل ولدت مؤسسة سمير قصير للدفاع عن الذاكرة توثيقا وتصديا لقتلة سمير بهدف إحقاق العدل أو بعض. بصير نسمع هلا أولاد جربوع، وهي منسقة الأبحاث الخاصة بحرية التعبير بمركز سكايز للحريات الإعلامية والثقافية التابع لمؤسسة سمير قصير، وطبعا مسؤول الملفين اللبناني والفلسطيني بالمركز، وتجري أبحاث تتعلق برصد وسائل الإعلام حول قضايا اجتماعية وسياسية حساسة. ما رح تتابعين وصل الأولاد بنجرب نكمل الموضوع. طيب حاول اختصر كمان الكلمه. ميرسي باتريسيا، ثانك يو، شكرا لحضوركم معنا. قبل ما بلش كلمتي انا ما بتشارك ابدا مع زميلي رياض ولا فادي بخصوص الوضع او النظره الايجابيه او التفاؤليه تجاه واقع الحريات بلبنان. لا، مش لانه انا بدنا نعمل دراما، بس لانه لنا مؤسسه عم بتوقف كل الانتهاكات اللي بتصير بحق الاعلاميين، بحق الكتاب، بحق المخرجين، بحق المثقفين في لبنان، واللي هي بتفرجي انه صار في تجاوزات كبيره وخطيره بما يتعلق بهذه الانتهاكات، ان كان من اجهزه امنيه او قضائيه او حتى حزبيه ومناصري الاحزاب. اعترف بالمداخله حول التحريض السياسي ضد الصحفيين والناشطين واصحاب الراي الحر وحتى المؤسسات الاعلاميه اللي لها كان حصه كبيره من هذا التحريض والانتهاكات الثقافيه او والاعلاميه اللي رصدتها مؤسسه سمير قصير وثقتها من وراء هذا التحريض اللي اتخذ اشكال كبيره او خطيره، منها خطاب الكراهيه، منها التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حملات التشويه، السمعه التي استهدفت صحفيين ان كان من عبر تقديم معلومات كاذبه او معلومات مضلله او اتهام بالعماله، التخوين وغيرها من هذه الاتهامات اللي بتوصل بالاخر او بتشجع لهذا العنف الجسدي تجاه الصحفيين او تجاه اصحاب الراي. شفنا كيف تصاعد خطاب الكراهيه في السنوات الاخيره وتداعياته الخطيره اللي كانت على حريه التعبير من جهه، وايضا على سلامه الصحفيين والمؤسسات الاعلاميه. فحملات التحريض هيدي اللي بدات بالتهديد وصلت لهدر دم وحملات تخوين بحق الصحفيين، اما بسبب تعبيرهم عن ارائهم على مواقع التواصل الاجتماعي او بسبب عملهم الاعلامي او الصحفي. فينا نقول انه التحريض او الحمله الاخيره اللي شهدتها الام تي في بلشت بعد احداث الكحاله وتحديدا بعد خطاب نصر الله. شفنا كيف يعني اطلق على القناه الخبيثه، وبالتالي مشيت مع او بعد خطابه لنصر الله بدات هذه الحمله على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعد فتره باقل من شهر بعد ما قدمت او عرضت القناه فيديو يدعو الى الغاء الماده اللي بتجرم المثليه الجنسيه الماده 534، شفنا انه بدات حمله ثانيه، يمكن هون ما بنقول بدات استكملت، لانه هو الجمهور نفسه او الجيوش الالكترونيه نفسها اللي بلشت بالحمله اللي صارت بعد احداث الكحاله هي نفسها استكملت بالحمله الثانيه تجاه القناه. ويعني ما اقتصر وجود هذا المحتوى الخطير من التهديد على مواقع التواصل الاجتماعي او على الفضاء الرقمي، بل امتد على الارض. رح اعطي امثله سريعه لو قديم شوي. المصور حسن شعبان اللي كان عم بينقل
بالجنوب بدرجة بالجنوب وقفة احتجاجية أزعجت الأحزاب السياسية أو الحزب السياسي اللي موجود هناك، فتعرض لعرض بلشت بحملة تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين امتدت لحط رصاصة على شباك سيارته، بعدين خزقوا له دورية سيارته، هذا طبعا على أيام عدة أيام، بعدين وصلنا لحطوا قنينة بنزين مع بطارية بمحاولة ترهيبه بشكل كتير كبير. أيضاً قناة الجديد اللي بعد ما عرضت فيديو ساخر تم إطلاق الرصاص الحي على أكثر من 15 رصاصة على مبنى القناة. فهيدي الحملات التحريض أو اللي بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي فينا نشوف قديش خطورتها، مدى خطورتها وتأثيرها على إن كان على المؤسسات الإعلامية من جهة أو على سلامة الصحفيين. ليش عم بتطرق لهيدي الدرجة بما يتعلق بخطاب الكراهية، غير إنه بتتعلق بسلامة الصحفيين والتهديدات اللي بتصير بحقهم، بل للتأكيد على إنه هيدي الحملات اللي بتصير على مواقع التواصل الاجتماعي هي منا حملات عبثية أو حملات عفوية، بالعكس هي مبرمجة وممنهجة من قبل جيوش إلكترونية لأحزاب سياسية صرنا نحن بنعرفها بناء على عدد كبير من الدراسات بتقوم فيها مؤسسة سمير أصيل بدراسة تحليلية لهذه الداتا اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. رح أحكي سريعاً عن دراسة نحن قمنا فيها تتعلق بالباحث والكاتب لقمان سليم. قدرنا نحن نقوم بدراسة للتغريدات يلي انطلقت أو اللي استهدفت بحملة التحريض اللي استهدفته للقمان قبل شهر من اغتياله وأيضاً بعد شهر من هذا الاغتيال، وقدرنا نكتشف إنه كان في عملية تضليل معقدة تتضمن أسماء وهمية وحسابات وهمية استهدفت لقمان من خلال وحاولت انه تغتاله معنويا قبل اغتياله جسديا وايضا بعد اغتياله جسديا. النقطة الثانية اللي شفناها من هذه الدراسة انه كان في غير الحسابات الوهمية، بالعكس كان في حسابات لصحفيين ومؤثرين وشخصيات سياسية نوعا ما سخفت من هذا الاغتيال وسخفت من هذه الشخصية، وايضا بيركت بشكل غير مباشر هذا الاغتيال. والنقطة الثالثة والأخيرة بما تتعلق بهذه الدراسة، شفنا إنه كثير حسابات إن كانت وهمية ولا حقيقية لصحفيين ومؤثرين تقاطعت بالهجوم وبداية حملة التحريض إن كان على لقمان سليم أو بحق صحفيين وصحفيات عندهم آراء مشابهة للقمان، ديما الصادق، ديانا مقلد، دونا صفوان وغيرهم من الصحفيين. التحريض ما توقف فقط عند الكتاب والصحفيين، التحريض استمر يعني حتى بمحاولة فرض رقابة ثقافية على الأعمال الثقافية أو الفنية أو السينمائية، بغض النظر شو موقفنا من فيلم باربي مع أو ضد، بس نحن شفنا كيف بدأت حملة بتغريدة لوزير الثقافة والوزارة اللي المفروض تحمي هذه الأعمال الفنية أو الثقافية أو السينمائية بغض النظر عن رأينا فيها. شفنا كيف انه بدات هذه الهجمه رافقت او بعد تغريده الوزير بدات هذه الهجمه على الفيلم بمحاوله فرض رقابه على الاعمال الثقافيه او السينمائيه اللي عم تجي على لبنان. النقطة الرابعة اللي بدي احكي فيها هي خطورة هذا التحريض السياسي وتأثيره على حرية التعبير، إن كان أولاً بالتقييد اللي بيصير تقييد حرية التعبير بسبب الحكومات اللي تسن قوانين وتشريعات ممكن يعني تقدر من خلالها تنتهك حق الأفراد في التعبير عن الرأي وتستخدمها حجة لمحاربة هذا التحريض. وأيضاً خطورة التهديدات اللي لحظة ممكن الصحافي يفكر ويقول ليش أنا بدي أعرض حالي لهذا الخطر، وبالتالي تخلق نوع من رقابة ذاتية على عمل الصحافة، وبالتالي يقل نشاطه وعمله ويصير يبتعد عن إثارة المواضيع الحساسة أو المثيرة للجدل، وبالتالي الجمهور ما رح يوصلوا المعلومات والمواضيع اللي ممكن تشكل يعني فارق فيما يتعلق بملفات الفساد. النقطة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها العلاقة بمواجهة هذا التحريض السياسي وشو تتطلب له. طبعاً هذا المجهود لازم يكون من الحكومات وأيضاً من المجتمع المدني والمجتمع الدولي اللي بلبنان له تأثير كتير كبير، فضروري تعزيز الوعي بأضرار هذا الخطاب من جهة، وأيضاً تجريم خطاب الكراهية في لبنان
ودعم كل الصحفيين. وهذا الشغل اللي كانت عم تشتغله مؤسسة سمير قصير لأكثر من 15 سنة بدعم الصحفيين وتسليط الضوء على كل الانتهاكات اللي عم بيتعرضوا لها، ودور المنظمات المجتمع المدني وإن كان محلي أو الدولي في مراقبة واقع حقوق الإنسان في لبنان وتوثيق الحالات والانتهاكات اللي بتجي بسبب هذا التحريض السياسي. شكرا.